السلام عليكم. اليوم جيت نشارك معكم فكرة. انا كان عندي فران ايتيمات ما بقاش كيسخن مزيان، استعملته شي 3 المرات. نرميه؟ لا طبعا ما غنرميهش. انا ضد السبريكو، انا ضد انني نرمي الاشياء اللي ممكن نعاود يعني نجدد فيها او ندير نستعملها بطريقه اخرى. المهم هي انني ما نرميهاش. لذلك هزيت الفران ديالي وحطيته في الجردة وغادي نطيب فيه الخبز، ولكن بالعواد. هذا اللي كان. شعلت فيه العافية العواد حتى طابو مزيان، ودرت الفخر ديالي وجبت الزليجه اللي كنطيب فيها البيتزا في الفران اللي كتشد واحد الحراره مرتفعه. وعلى بال ما تيدير الفران مشيت نسلم على ماكس ونضرب دوره في الجرده ديالي. علاش بغيت نشارك معكم هذه الفكره؟ باش نقول لكم ماشي اي حاجه قدمت عندنا او اي حاجه مبقيناش نستعملوها يعني غنرميوها. ممكن نستعملوها بطريقه اخرى او نجددوا فيها او نزيدوا عليها او نزيدوا نصلحوها. هذا ما كاين. على بال ما يسخن الفران ديالنا انا مازال جالسه هنا كنتفرج على ماكس. المهم ماكس تشاو، غادي نمشي يا ماكس نمشي نطيب الخبز ديالي. نتمنى هذه الفكره تعجبكم. بعد ما سخن الفران ديالي سخن مزيان، هنا غادي نمسح الزليجه ديالي وغادي نبقى نطيب في الخبيزات ديالي. اول مره غادي نطيبها الطريقه، ولكن نجحت الفكره ديالي. وانا الوالده ديالي اصلا كدير في تدير الفران ديال العواد وكطيب فيه واخا عندها الفران في الدار. ولكن العشق الاشياء التقليديه اللي كانوا تيطيبوا بها جدودنا شيء جميل جدا، واخا نكون كنعيش ما عرفت فين. المهم طيبت الخبز ديالي كامل وكانت الريحه الجردة كلها، الريحة كأن فران في المغرب، الريحة ديالو ما شاء الله وصافي. المهم الفكرة نجحات، ولذلك بغيت نشاركها معكم ونزيد نأكد لكم بأن ماشي أي حاجة ما بقيناش كنستعملوها أو ما بقاش كتخدم بالشكل اللي احنا تعودنا عليها كيعني بأن غادي نرميوه. لا، ممكن نجددوا الفكرة أو ممكن نصلحوا أو ممكن نغيروا فيه أو ممكن نزيدوا عليه إصلاحات أخرى ونستعملوه مره اخرى. وغنشارك معكم افكار اخرين. نتمنى يكون الفيديو من الاعجاب ديالكم وكان خفيف وظريف على قلوبكم. وهذا ما كان. السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.